تعرف ان سيدنا عمر بن الخطاب قبل اسلامه كان قلبه حجر، لدرجة ان الام لما كانت عايزة تخوف ابنها كانت بتقول له هجيب لك عمر. وما كانش وسيم، كمان كان اقرع الراس، احول العينان، طويل، عنده سيف وزنه 20 كيلو، اذا شاله فزعت مكة ووقفت وما عادتش. خليك معايا عشان تعرف ايه حقيقة الكلام ده. اهلا بيكم، واللي ما يعرفش اسمي احمد محمد، بعمل سلسلة عن خلفاء الراشدين. عملت فيديو قبل كده كان عن سيدنا ابو بكر الصديق او الخلفاء الراشدين، هيظهر لكم في الايقونة، اتفرجوا عليه وهسيب لكم اللينك في الوصف. والسؤال اللي كان في الحلقة اللي فاتت بتاع سيدنا ابو بكر الصديق، ان سيدنا ابو بكر الصديق عاش كام سنة؟ الاجابة كانت 63. يا عم الحاج صلي على النبي كده وتعالى احكي لك قصة سيدنا عمر بن الخطاب كلها، من قبل اسلامه الى بعد اسلامه الى تولي الخلافة. بس قبل ما نبدأ في الحكاية عايزك تصلي كده على النبي في التعليق وتروق نفسك كده بكوباية شاي وتعالى عشان احكي لك الحكاية من اولها. قصة سيدنا عمر قبل الاسلام، هنبدأ باول حاجة بسيدنا عمر بن الخطاب قبل اسلامه. اتولد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الهجرة ب40 سنة، يعني ميلادي حوالي 584 ميلادي. اسمه عمر بن الخطاب بن عدي بن نفيل القرشي. سيدنا عمر كان ابن عز، اتولد في قريش، وقريش كانت اغنى قبائل العرب، ومن عشيرة اسمها عدي، وليه قرابة للنبي. ويروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قبل اسلامه ان هو كان بيحب الشعر جدا، وكان بيردد شعر زهير بن ابي سلمى، وكان من اجمل ابيات الشعر اللي كان بيحبها سيدنا عمر بن الخطاب: ومن يفدي لا يذمم، ومن يهدي قلبه ينم مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب اسباب المنايا يننها، وان يرقى اسباب السماء بسلمي. ورويت قصص عن عدل سيدنا عمر بن الخطاب قبل اسلامه، ودي اللي بتدلل على نقائه وفطرته سيدنا عمر بن الخطاب السليمه، اللي اهلته بعد كده ان النبي قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن هشام او عمر بن الخطاب. واللي الصحابه لما سمعوا دعوه النبي عليه افضل الصلاه والسلام عرفوا ان الدعوه ديت عمرها ما تخطئ سيدنا عمر بن الخطاب ابدا. القصه ديت ان سيدنا عمر بن الخطاب قبل اسلامه راح عشان يتاجر لاخوه في الشام، فطلع له تاجر من العرب الشام وسلم عليه وحياه يا اخ العرب، وكان معه تجار من الرومان شركائه. وعرض التاجر دوت على سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يحتكر لنفسه الشعير والذرة اللي في القافلة كلها وهيديله اجره وزيادة. سيدنا عمر رفض وقال له لا افعل ما ينفي المروءة، فان احتكرت البضاعة غليت في الثمن واثقلت على الناس. فالعربي اللي هو كان على دين المسيحية بص سيدنا عمر وهو كان لسه على عبادة الأوثان وقال له أدينك يأمرك بهذا يا عمر؟ أقصد عبادة الأصنام؟ قال لا، بل المروءة والتزمم. دي القصة اللي دللت على فطرة سيدنا عمر بن الخطاب الإنسانية السليمة قبل الإسلام. غير إن سيدنا عمر بن الخطاب قبل إسلامه كان مقدم في قومه، فكان في مجلس الشيوخ الأكابر وأسياد العشائر كان يقدموه. فعشيرة بني عدي اللي منها سيدنا عمر بن الخطاب قدمت سيدنا عمر اللي كان لسه شاب صغير، وقريش راضيه بيه. وكان الناس لما بتحتار ويشتد بيها الامر في المعارك كانوا بينادوا على سيدنا عمر بن الخطاب، حتى لقبوه بالفارس والمنافر عن قريش. ولما ظهرت دعوه الاسلام اول واحد عذب من اسلم، وكان اشد الناس بطشا بالمسلمين. كده خلصنا المرحله الاولى، هننتقل للمرحله الثانيه، قصه اسلام سيدنا عمر. سيدنا عمر كان شايف ان الاسلام هيقسم قريش، وهتكون قبيلة قريش اللي هي قبيلته لقمة سائغة للعرب، وهيتفرق جمعهم وهتطمع فيها العرب، عكس اللي كانوا شايفينه أسياد قريش اللي كانوا شايفين ان الإسلام هيساوي بين العبد والسيد ويقلل من قيمتهم. فيقرر سيدنا عمر انه يضحي بنفسه عشان يحافظ على القبيلة، وياخد سيفه اللي وزنه 20 كيلو عشان يقتل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإليه راجل يسأل سيدنا عمر إلى أين وجهتك؟ فقال سيدنا عمر إلى محمد أقتله ويأخذني بني هاشم به فتستريح الناس ولا يتفرق كلمتهم. فالراجل قال لسيدنا عمر
لماذا تذهب إلى محمد؟ ألا تصلح ذات البيت؟ وقال له إن أخته وجوزها أسلموا. فسيدنا عمر راح لأخته وهو وشه مليان بالغضب، ولما راح هناك لقاها ماسكة صحيفة بتقرأ القرآن هي وزوجها، فضربها فنزل منها الدم فبكت. فرق قلب سيدنا عمر لأخته ومسك الصحيفة وقرأ ما فيها وتحركت فيه فطرة إنسانية سليمة وأسلم. المحطة الثالثة بعد إسلام سيدنا عمر بن الخطاب، فاكرين دعوة النبي اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب؟ أو دعوة النبي دي بقى استجيبت لسيدنا عمر بن الخطاب. وبعد إسلام سيدنا عمر المسلمين اللي ما كانوش يقدروا إنهم يصلوا جهرا قدام الكعبة صلوا قدام الكعبة بعد إسلام عمر. وحتى إن النبي لما أمر بالهجرة إلى المدينة كل أصحابه هاجروا سرا في الخفاء إلا سيدنا عمر وقف وقال من أراد أن تسكله أمه أو يرمل زوجته أو ييتم أبنائه فليتبعني. كل كفار قريش خافوا، وكان الكفار اللي كانوا بيؤذوا في المسلمين بعد إسلام سيدنا عمر كانوا بيفكروا 1000 مرة قبل ما يؤذوا واحد مسلم خوفا من حمية سيدنا عمر. فبرضه بسبب سيدنا عمر خف الأذى عن المسلمين. وكان سيف سيدنا عمر اللي هو 20 كيلو اللي هو كان أقوى السيوف على المسلمين بعد إسلامه بقى أشد السيوف على الكفار. ونيجي للمحطة الثالثة، تولي سيدنا عمر ابن الخطاب الخلافة. سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش راضي إن هو يقبل الخلافة أبدا، لكن هم اللي ولوه، واجتمعت كلمة المسلمين عليه بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فوقف وقال خطبته الشهيرة اللي بقت مرجع للحكام في القسط والعدل، وقف وقال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. نرجع تاني لسيدنا عمر في خلافته، فتح الشام وصلى في البيت المقدس وفتح العراق كلها وأتم العدل، لدرجة إن هو بعت لسيدنا عمرو بن العاص يقول له هتعمل إيه لو جالك واحد سرق رغيف عيش؟ رد عليه سيدنا عمرو بن العاص قال له هقطع ايديه. فرد عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لو جالي واحد جعان من عندك انت هقطع ايديك انت، لان انت السبب في تجويعه. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيتكلم على أقباط مصر اللي هم لسه المسيحيين اللي لسه ما دخلوش في الإسلام، لأن جيوش الفتح كانت لسه داخلة مصر والمصريين لسه ما أسلموش. فسيدنا عمر كان بيتكلم عن مسيحيين مصر. شفتوا كمية العدل والإقساط؟ غير إن سيدنا عمر بن الخطاب رفض إنه يوزع أراضي الفتح على المسلمين اللي فتحوا الأراضي ديت، خوفا إنه يظلم غير المسلمين اللي هم بيعبدوا النار أو المسيحيين أو اليهود أو غيرهم، وياخد الأرض منهم من تحت إيديهم، فتصير دولة طبقية فيها الفقير يحقد على الغني. في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه الأرض كلها شهدت بالعدل، حتى الطيور والحيوانات شبعت في كل شبر من أراضي المسلمين. وتعرف إن سيدنا عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت وصى بالخلافة لأسماء بعينها وقال إن اختلفوا فاقتلوهم. أنا عايز أعرف مين هم، اللي عارف يكتب لي في التعليقات، والحلقة الجاية هنجاوب وهنقول مين هم الأسماء اللي وصى بيهم سيدنا عمر بن الخطاب عشان يتولوا الخلافة من بعده. وبعد كده آخر محطة في حياة سيدنا عمر بن الخطاب، خرج لصلاة الفجر فلقى شخص من الموالي من الفرس كان لسه على الديانة المجوسية، كان حاقدا على المسلمين والإسلام، بالرغم إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحسن إليه. لما جه أبو لؤلؤة المجوسي يشتكي لسيدنا عمر من مولاه رجل من العرب، فسيدنا عمر حكم ليه واداله حقه، ومع ذلك غدر بسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. واستشهد سيدنا عمر بن الخطاب في الجامع في سنة 23 هجريا الموافق 644 ميلادي، يعني حكم 10 سنين و6 أشهر و5 ليالي، تقريبا 5 أيام. هسيب لكم كتاب في الوصف اقرأوه عن شخصية أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، والمؤرخ اللي كتب الكتاب ليبي، هو عبقري. هسيب لكم PDF حملوه واقرأوه وإن شاء الله تستفيدوا منه وتدعوا لي في التعليقات. شكرا ليكم، كده الفيديو خلص. لو أي حد فيكم استفاد بأي حاجة من الفيديو أرجوكم ادعوا لي في التعليقات واشتركوا في القناة ودعموني عشان أنا لسه في البداية. شكرا ليكم، سلام.